ويا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في أي وقت وكل مكان. معاكم ياسمين غبارة وحلقة جديدة من حلقات سكة قراية بلس. لسه مكملين كلامنا عن النوع من الكتب اللي الكاتب فيها بيتأمل مع القارئ تجارب ورحلة الآخرين في الحياة، ناس كان لهم أثر ما في حياة الكاتب وقف عند تجربتهم وقرر يكتب عنهم ويحكي لنا. قراءة النوع ده من الكتب ليها أكتر من متعة بالنسبة للقارئ. أولا أنت مش هتجيب كتاب إلا لو أنت بتحب أسلوب الكاتب بتاعه، فبالتالي ده مكسب إنك هتعيش في كلمات وأسلوب الكاتب اللي بتحبه. ثانيا هتقرب من الكاتب اللي بتحبه، هو صحيح بيكتب عن حياة آخرين لكنه بيكتب عن اللي عجبه واللي تأثر بيه في هؤلاء الآخرين، فبتعرف رأيه في حاجات كتيرة والطريقة اللي بيشوف بيها الناس والحياة، وبتعدي كمان على أجزاء من تجربته الخاصة ومواقف مر بيها مع الشخصيات اللي بيحكي عنها. ده غير إنك من خلال قراءة النوع ده من الكتب بتعرف تفاصيل وأبعاد عن الشخصيات المهمة قد يكون محدش حكاها قبل كده، وده هو اللي لقيته في كتاب أنيس منصور أعجبني هؤلاء. كتاب خفيف وبسيط، ومش سهل انك تلاقي كتاب خفيف ولكن مش ضعيف في الفكرة والاسلوب. اكتر ما يميز الكتاب بالنسبة لي هو انه متحرر من صفة غالبا بتبقى موجودة في معظم الكتب اللي بتتكلم عن مؤثرين في الحياة، وهي لغة التعظيم والتوقير اللي احيانا بتبقى فيها قدر كبير من المبالغة. لكن في كتاب أعجبني هؤلاء النقطة دي مش موجودة تماما. أنيس منصور بيحكي عن الشخصيات اللي هي مهمة جدا وكلنا بنحبها، لكن بحس فكاهي مندهش ومتحرر من المجاملات والتعظيم المبالغ فيه. هي مجرد سرد حر لتجربته ولقاءاته ومواقفه وشعوره تجاه شخصيات هي أيقونات في حياتنا، زي أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، طه حسين، توفيق الحكيم، وطبعا عباس العقاد اللي كتب عنه أنيس منصور كتابه الشهير في صالون العقاد كانت لنا أيام. والحقيقة أني وقفت قدام كلام أنيس منصور في كتاب أعجبني هؤلاء عن العقاد بالتحديد، لأنه كلام مليان مشاعر مضطربة ومتناقضة، من تقديره للعقاد كأستاذ ومن ضيقه من هجوم العقاد لكل الرموز الكبيرة ومواقفه الحادة وأسلوبه المزعج في انتقاد الناس. قال مثلا في الكتاب إزاي أنه حاسس أنه ضيع وقت طويل من عمره في رحاب العقاد، وإن ده صرفه عن أنه يقرب أكتر من حد زي طه حسين اللي كان بيشوفه عكس العقاد عذب في أبوته وأستاذيته. وحكى إن إعجابه أساسا فيما يخص العقاد هو إعجاب وانبهار بفكره، لكن مش بأسلوبه اللي وصفه بأنه أسلوب خشن أو بأنه زي الحديد. أنيس منصور رغم أنه كتب عن شخصيات كبيرة ومهمة في الكتاب ده من غير تفخيم ولا تعظيم، لكنه برضه ما قللش منهم وهو بيحكي عنهم، لأنه كاتب عنهم بود وحب وتقدير للموهبة الكبيرة اللي جواهم، لكن ما فيش الهالة الكبيرة اللي بيحطها أي حد بيكتب عن رموز الأدب والفن. بيسرد مواقف طبيعية بشرية جدا، وده اللي عجبني في الكتاب، فيه شعور كده بالخفة والبساطة وانت بتنقل من صفحة للتانية. يمكن يكون أنيس منصور عرف يعمل كده عشان هو كان قريب منهم كلهم وكان بيعيش معاهم مواقف إنسانية عادية جدا ويحكيها في الكتاب بخفة دم ولذاذة وتأمل في نفس الوقت. يعني مثلا بيحكي عن موقف مع توفيق الحكيم وإزاي إنه أول مرة شافه بيفاصل في تمن مشمش بيشتريه من بائع في الطريق. فضل أنيس منصور يتفرج عليه من بعيد وهو بيفاصل، ولما اشترى المشمش فعلا وخلص كلمه أنيس منصور وسلم عليه وعرض عليه إنه يشيل عنه كيس المشمش ويوصله للبيت، وقال له إنه هو عارفه وعارف إنه هو الأستاذ توفيق الحكيم وإنه بيقدره وبيحب كتاباته. وكان توفيق الحكيم على حسب كلام أنيس منصور ما بيتكلمش كتير، لكن لما بيتكلم بيبقى له دايما عبارات تضحك. وفي آخر مشوار المشي بالمشمش وفي موقف كوميدي جدا بيعرض توفيق الحكيم على أنيس منصور إنه يبيع له المشمش بقرش زيادة عن المبلغ اللي اشتراه بيه، وأنيس منصور وافق طبعا على طول وأخذ المشمش واداله الفلوس. ومر بمفارقات أخرى مضحكة مع توفيق الحكيم لها علاقة بفكرة البخل، وبيحكي إنه لما اشتكى لطه حسين من المواقف دي ضحك طه حسين جدا وقال توفيق الحكيم مش بخيل، هو بس بيحب يضحك الناس ويسيب ذكرى كوميدية معاهم بالمواقف اللي زي دي، لكن في الحقيقة هو فقير وليس بخيل. وزي ما حكى أنيس منصور عن الأدباء الكبار دول، حكى كمان عن فنانين زي أم كلثوم، عبد الحليم، محمد عبد الوهاب، لكن ما قدرش يهرج خالص عند أم كلثوم، بالعكس عظم وفخم. ويمكن ده الفصل الوحيد اللي فيه نوع من الحفاوة بالموهبة، وحفاوة ما فيهاش أي مبالغة. الحقيقة كان باين جدا من كتابته عن أم كلثوم عظيم إحساسه بيها وامتنانه الكبير للفتة ظريفة عملتها معاه في بداية زواجه لما عزمته كهدية ليه والعروسته على حضور البروفا النهائية لأغنية أنت عمري في منزل أم كلثوم وفي وجود محمد عبد الوهاب اللي ملحن الأغنية.
تستمتع بقى وانت بتقرأ كلام أنيس منصور وهو بيحكي عن سعادته المفرطة وانعدام إحساسه بالزمن وهو قاعد بيسمع بروفة خاصة فيها محمد عبد الوهاب وأم كلثوم بيغنوا ويراجعوا الأغنية مع بعض ويحطوا اللمسات الأخيرة على اللحن وطريقة أداء أم كلثوم للغنى، وإزاي إن كان في بينهم تفاهم وسلاسة، وكانت تسمع كلام محمد عبد الوهاب لما يحط ملاحظة وتقول له حاضر يا محمد، وكأنها تلميذة في مدرسته. كتب أنيس منصور في مقدمة كلامه عن أم كلثوم رأي مميز قاله محمد عبد الوهاب في صوت أم كلثوم، بيقول في جزء منه: صوتها فيه زعامة كأنها تأمرك وأنت لا تعصي لها أمرا. أم كلثوم قادرة على إسكات جمهورها لأنه لا يريد أن يفوتوا أي معنى وأي لحن وأي أداء. كتاب أعجبني هؤلاء بيتكلم فيه أنيس منصور في الأساس عن شخصيات، لكنه كمان اتكلم عن أفكار زي فكرة العبقرية وعلاقتها بالجنون، وسرد تحت الفكرة دي مجموعة من الكتاب والشعراء المخضرمين الأجانب والعرب وعلاقتهم بجنون العبقرية ورأيهم فيه. النوع ده من الكتب بتقابل من خلاله شخصيات كتير غير شخصية الكاتب نفسه، فبتحس بقدر كبير من الونس في قراءته بزحمة كده وناس رايحة جاية في دماغك، وده على عكس الكتاب التاني اللي هنتكلم عنه النهاردة اللي ما بيتكلمش عن شخصيات كتير لكن بيتكلم عن شخصية واحدة، والشخصية دي هتاخدنا في حتة تانية خالص بعيدة عن كل حاجة اتكلمنا عنها قبل كده، لأن تأثير الشخصية دي ولا هو في الأدب ولا هو في الفن، تأثيرها في العلم. ويمكن اللي هيخلينا نتكلم عنها هو مش بس لأنها شخصية ليها تأثير المؤسسة، هو مؤثر ومؤسس وصانع وبسيط وعالم نبيل استخدم العلم في إعلاء قيمة الإنسانية، لا كمان اللي كتب عنه الكتاب هو أديب من طراز خاص لازم نقف عند أي حاجة يكتبها. هنتكلم عن كتاب اسمه السعادة في مكان آخر للكاتب محمد المخزنجي عن تجربة الدكتور محمد غنيم مؤسس مركز الكلى العالمي المشهور في المنصورة. كتاب السعادة في مكان آخر رغم أنه هو عرض لسيرة ورحلة كفاح دكتور محمد غنيم الطبية والإنسانية في مدينة المنصورة، إلا أنه ممتع أيضا في أنك تشوف وتقرأ مدى تأثر وانفعال المخزنجي العميق بنموذج الدكتور الغنيم. ويا سلام لما دكتور المخزنجي يتأثر وينفعل ويبتدي يكتب. اللي بيقرأ منكم للمخزنجي ومعجب بكتاباته عارف قد إيه لغته في الكتابة لوحدها حكاية، ولما كتب عن دكتور محمد غنيم أطلق عليه لقب الظاهرة الاستثنائية، الطبيب اللي بسببه تم إجراء أول عملية زراعة كلى في مصر والمنطقة العربية في مارس 1976. مش عارفة ابتدي الحكاية منين، هل ابتديها من عند الدكتور غنيم نفسه ولا من عند اللحظة اللي بدأ فيها يتكون مخزون من المشاعر ورغبة داخل الدكتور محمد المخزنجي لرصد ومعرفة ظاهرة استثنائية طبية زي دكتور محمد غنيم. والرغبة والتأثر ده بدأوا في محطة قطر المنصورة لما كان المخزنجي واقف في مكتب صديق ليه في مبنى موظفين المحطة اللي بيبص مباشرة على القطر القشاش اللي بيركبه معظم الفلاحين. شاور له صديقه من الشباك على دكتور غنيم وهو ساند فلاح متهالك وضعيف ويبدو عليه التعب والفقر الشديد، وقال له الدكتور غنيم اهو. وطبعا دكتور المخزنجي بحكم دراسته في كلية الطب جامعة المنصورة وقتها كان عارف اسم الدكتور غنيم وانه رئيس قسم المسالك في جامعة المنصورة، لكن ما كانش شافه قبل كده. كتب عن اللحظة دي وقال: لم أكن أعرفه، وإن كنت سمعت اسمه مرات مصحوبا بأحاديث متعجبة ومنبهرة عن قسم 4 الذي يرأسه في المستشفى الجامعي والذي حوله إلى قلعة تدور داخلها أساطير طبية غامضة. ونزل محمد المخزنجي بسرعة من مكتب صديقه في المحطة ووقف من مسافة بعيدة شوية يتابع المشهد. الدكتور غنيم بيرفع الفلاح عشان يركبوا القطر، وفضل يعدي بيه بين عربيات القطر لحد ما وقف قدام شاب قوي كده وخبط على كتفه وقال له: انت يا وحش هتقوم وتقعد الراجل ده مكانك، تاخد بالك منه لحد ما يوصل وتنزله بالراحة وبالسلامة على الأرض وشكرا. واللي استغربوا المخزنجي أكتر من المشهد هو انصياع الشاب القوي ده تماما واستسلامه لدكتور غنيم دون أي تبرم أو اعتراض، وقام فعلا وقعد الراجل. واللذيذ ان دكتور غنيم حدف له بوسه في الهواء تقديرا منه على استجابته لمساعده الفلاح المريض اللي كان الدكتور غنيم عمل له عمليه واخده ووصله للمحطه وقطع له تذكره القطر وتاكد انه ركب وقاعد مرتاح. والمشهد ده كان بالنسبه للمخزنجي هو غايه في العذوبه والرقه والانسانيه، تستغرب انه يطلع من دكتور مخضرم وقوي ومحارب زي الدكتور غنيم. ومن اللحظه دي زي ما بيحكي الدكتور المخزنجي بدأ ولعه بهذه الشخصيه ودورها الانساني والطبي في الحياه.
وفضل يتتبع ظاهرة الدكتور محمد غنيم ومركز الكلى المجاني اللي على أعلى مستوى طبي وإنساني بالمنصورة، وكتب موضوع كبير عن المركز في مجلة العربي اللي كان بيشتغل صحفي فيها. وشاف الدكتور غنيم الموضوع الصحفي وأعجب بطريقة كتابته، ودي كانت أول مرة يسمع فيها عن المخزنجي، ومن بعدها تعارفوا وأصبحوا أصدقاء. وبعد سنين طويلة طلع كتاب السعادة في مكان آخر. الكتاب بينقسم لجزئين، جزء عبارة عن سرد الدكتور غنيم نفسه لمحطات حياته من الطفولة مرورا بنبوغه في دراسته وسفره وتدربه في الخارج، ثم عودته وقصة بناية المركز بالمواقف المهمة اللي مر بيها عشان يبني الصرح العظيم ده، مرورا بدوره في ثورة يناير ووصولا إلى تقاعده عن رئاسة المركز، ولكن استمرار وجوده كطبيب بيعمل فيه، ومجهوده كمان في البحث العلمي اللي بيشوف إن هو دور مهم جدا للطبيب. في الجزء الأول من الكتاب اللي بعنوان الدكتور غنيم يحكي، استمتعت جدا بالحتة الخاصة بنشأته وطفولته. جميل إنك تعرف أسرة محمد غنيم، المنطقة اللي تربى فيها، أصوله، وإن جده كان عميد لمدرسة الطب البيطري، ووالده كان أستاذ في كلية الزراعة في جامعة الملك فؤاد، وهو اللي أنشأ قسم تغذية الحيوان في الجامعة بعد ما رجع من بعثة دراسية في ألمانيا. كان راجع بأفكار رائدة في المجال ده اتحاربت في البداية ثم أثبتت فعاليتها وتم استخدامها. فتحس إن سلسال العلم والتطوير موجود في العيلة من زمان. لكن بالنسبة للجزء الإنساني والنبل الموجود في دكتور غنيم، فبيرجع ده لعوامل كتير، منها تأثره بوالده اللي كان عنده ميول اشتراكية، وكمان تأثره بخاله الراجل الطيب البسيط اللي كان مختلف عن باقي العيلة، اتأثر قوي بطيبته وتواضعه وحنانه عليهم. ومن النقط الفارقة في حياة دكتور غنيم التعليمية هي إنه من كتر نبوغه في المدرسة، أحد المدرسين نصح والده إنه يخلي محمد غنيم ينط سنة في الدراسة، وإن مستواه يسمح بإنه يطلع السنة دي. فرح الأب جدا وخد بنصيحة المدرس. الخطوة دي شافها دكتور غنيم بعد كده غير موفقة، لأنها سببت له حرج وسط زمايله اللي كانوا أكبر منه حجما وعمرا، وهو كان شكله وسطهم صغير، فكان محل سخرية ومضايقات. لكن ده خلاه عايز يتميز وسطهم أكتر ويثبت نفسه، وكان دافع ليه إنه يركز بشكل زيادة جدا في الدراسة ويجيب مجموع كبير يدخله كلية الطب. طبعا من أكتر المراحل اللي أرضت فضولي جدا بالنسبة لتجربة دكتور غنيم هي المرحلة اللي حكى فيها تفاصيل بناء مركز الكلى وكل المعارك والتوفيق الإلهي والخير الكتير المحيط بتجربة بناء مركز الكلى في المنصورة. أما بقى الجزء التاني من الكتاب فخلاص انت عرفت الحدوتة من الجزء الأولاني، وبتبتدي بقى تسمع في الجزء التاني تحليل وعرض الكاتب محمد المخزنجي لتفاصيل وأبعاد الحدوتة دي، تحديدا من الصفحة 112 تحت عنوان كاتب تشغله المعاني. بيعتمد المخزنجي في الجزء ده على إنه ياخد القارئ في رحلة تأمل للمفارقات الكتير الموجودة في اختيارات دكتور غنيم في الحياة. عناوين الفصول في الجزء الثاني من الكتاب بتوضح طريقة العرض المتأمل اللي قدمه المخزنجي لظاهرة الدكتور غنيم. عناوين زي مثلا هل تعرف هذا الرجل؟ حلول مدهشة لمعادلات صعبة، مصري جدا وعالمي بارتياح، وغيرها من العناوين. والحكاية اللي سمعناها من الدكتور غنيم في الجزء الأول من الكتاب هنسمعها بتفاصيل وحواشي مختلفة تماما من المخزنجي، لأن الدكتور غنيم معروف عنه، انت حتى لما تسمع أي لقاء من لقاءاته في الإعلام عمرك ما هتعرف تاخد منه تفاصيل أو كلام عن الظروف اللي مر بيها أو عمق التجربة، فلسفته، المعاني السامية اللي ورا اللي بيعمله. هو مش بيحسسك إنه بيعمل حاجة أصلا، هو ما بيتكلمش عن الإنجاز إلا بعد ما يتم تماما، ويتحدث عنه دايما باسم فريق العمل، سواء في تأسيس مركز الكلى الرئيسي في المنصورة أو المركز التابع ليه في قرية منية سمنود، واللي قال عنه إنه قطعة من ألمانيا من حيث نوع الرعاية الطبية والإنسانية وجودة وأسلوب العمل والأجهزة الموجودة فيه. لكن أكتر جانب كنت فعلا متلهفة إني أعرفه عن دكتور غنيم من خلال رؤية المخزنجي هو جانب حياته الشخصية، أسرته، زوجته، أولاده أحمد وسهى اللي ملهمش أي علاقة بالطب، لكن ليهم علاقة كبيرة بالمثال والنموذج الإنساني محمد غنيم، اللي زي ما قلنا صعب تحصل منه على إجابات مريحة ليك كقارئ عن الجوانب الداخلية لروحه والدوافع والمشاعر والجوانب الشخصية الخاصة بثقافته وحبه للموسيقى، وإنه سميع له مزاج معين في السمع، حبه للرياضة وإزاي إنها بتخليه يجدد نشاطه بعد يوم عمل طويل ويحس إن هو لسه قادر يدي ودماغه مصحصح، غرامه وحبه في الغردقة وبحرها والغطس للاستمتاع برؤية العالم اللي تحت البحر، ودور زوجته الإنجليزية في حياته اللي وصفها المخزنجي بمنتهى العذوبة والأدب وقال
انتابني شعور أن هذه السيدة التي يفترض أنها إنجليزية ليست إلا واحدة من المصريات الأمهات والشقيقات. وصف وجودها بأنه وجودا طيبا وخجولا في بساطة آسرة. ولما سأل دكتور غنيم عن سبب زواجه من أجنبية، رغم أن عائلات مصرية كبيرة في وقت شبابه كانت تتمنى أنه يناسبهم، لكن دكتور غنيم جاوب ببساطة واقتضاب بليغ بأنه وقت ما كان في إنجلترا حس أن ده وقت هو مستعد فيه للزواج. ولما قابل زوجته ضمن فريق الطبي اللي كان بيشتغل معاه لفتت نظره وحس فيها بصفات محببة ليه خلوه يعرض عليها الزواج. وربط المخزنجي دور الزوجة في حياة الدكتور غنيم وبين دور سوزان الزوجة الأجنبية أيضا لعميد الأدب العربي طه حسين. ربط بينهم بوجه تشابه بأن الاتنين أوروبيات صاحبات وجود هادئ مقترن برجل عاصف، لكن الاختلاف كان في أن زوجة الدكتور غنيم زي ما قال لم تظهر كسيدة صالونات ولا ترفعت في موقعها كزوجة رجل مهم، بل صارت زوجة مصرية من الطبقة الوسطى تذهب إلى السوق لتشتري بنفسها احتياجات المنزل وتجهد في تحويل هذا المنزل البسيط إلى واحد هدوء للرجل الذي اختارها واختارته. وفي المنزل الأنيق البسيط في المنصورة اللي رفض دكتور غنيم ينقل منه أو يغيره طول حياته، زاروا المخزنجي وسألوا عن الجانب المادي في حياته. قال له إن زمايله وتلاميذه عايشين في رفاهية، بيوت كبيرة، عندهم عربيات، أرصدة في البنوك، فليه هو اختار إنه يعيش حياة الأسرة المتوسطة في حين إنه كان ممكن يعيش حياة فيها قدر كبير من الرفاهية من غير ما يعمل أي حاجة غلط أو يخالف أي قانون أو أخلاق، هو بس هيتكسب من شغله ومن علمه بشكل أكبر ومتاح وطبيعي. وكان لسه هيكمل كلامه لكن دكتور غنيم قاطع كلامه وقال له وليه كل ده؟ احنا عايشين كويس، بناكل كويس ونلبس كويس وبنتفسح ونسافر والبيت كويس. قسم المخزنجي إجابة الدكتور غنيم لجانبين، جانب خاص بفلسفة غنيم في الحياة واللي واضحة جدا من إجابته وإن هو شخص زي ما وصفه لا يرى البذخ سوى أثقال، وإنه عايش بفكرة لا حرمان ولا تزيد من الأشياء. بالعكس ده ممكن يكون حسب تحليل المخزنجي بيحس بالإشفاق تجاه من يكتنز أشياء بدون ضرورة. وفي الجانب التاني من تفسير المخزنجي لإجابة غنيم عن الدخل المادي بيحكي إزاي إن هو رفض تماما على مر السنين فتح عيادة خاصة جنب عمله في الجامعة، وده أيضا بسبب قناعة علمية وطبية معاه من بداية شغله وترسخت عنده أكتر لما اشتغل في أوروبا، وهي إن طبيب الجامعة ما عندوش وقت للشغل الخاص لأن مطالب وظيفته بتشمل علاج المرضى والبحث العلمي وكمان وظيفته التعليمية والتدريبية للأطباء، فبالتالي ده كله هيحتاج منه وقت وتركيز وجهد ما يقدرش يعمله لو عنده عمل خارجي خاص بيه. لكن في نفس الوقت ما كانش بيلوم أي حد اتجه للعمل الخاص أبدا، لكنه كان شايف بصفة عامة إن تفرغ أعضاء هيئة التدريس مهم لتقدم العلم والجامعات في مصر، وحاول يقترح أكتر من مشروع يساعد الأساتذة الجامعيين على هذا التفرغ. وبشكل خاص بيحكي دكتور غنيم إنه عمره ما ندم على قرار إنه ما يبقاش عنده شغل خاص، وشايف إن المسار اللي مشيت عليه حياته كان مناسب تماما ومتماشي مع طبيعة دخله وعمله، وإن ده قرار متسق مع شخصيته وقناعاته. بالعكس يمكن يكون القرار ده هو سبب أساسي في شعوره بالسعادة اللي كتب عنها المخزنجي في آخر فصل في الكتاب بعنوان السعادة ما السعادة. بيوصل في الفصل ده المخزنجي لنوع من الاستنتاج اللي ربط فيه أيضا بين طه حسين والدكتور غنيم في تفكيرهم عن السعادة، وحكى عن إن لما سألت سوزان زوجها طه حسين عن فكرة السعادة قال لها إننا لا نحيا لنكون سعداء. سنين وهي بتكتب كتابها اللي بعنوان معك اللي بتحكي فيه عن رحلة حياتها مع طه حسين كتبت إنها فهمت قصده، وقالت إن الشخص اللي زي طه حسين مش بيعيش عشان يكون سعيد، لا هو بيعيش عشان يؤدي ما طلب منه. وهي نفس الإجابة اللي قالها دكتور غنيم بشكل بسيط وتلقائي أكتر، مفهوش بقى العمق الأدبي بتاع الكتاب ده، لكنها نفس الإجابة ونفس المعنى لما راح يساعد الجرحى في غزة متطوعا في العدوان الإسرائيلي اللي حصل سنة 2008-2009. سألوه إيه اللي يخلي دكتور قامة كبيرة زيه يجي ويعمل كده في حين إن في دكاترة تانية كتير ممكن تعمل ده، هو خبرته كبيرة وتخصصه مهم والعلم محتاجه، فليه يجي مكان فيه حرب ويخاطر بنفسه؟ لكنه جاوب ببساطة شديدة لازم نعمل المطلوب. وواضح إن في نوع خاص من السعادة والسلام النفسي في فكرة إن الواحد يكون دايما عينه على الدور المطلوب منه،
ويمشي معاه منين ما يوديه ويعمله. وبكده مستمعينا نكون وصلنا لآخر كلامنا في حلقة النهاردة عن الكتابة عن الآخرين من خلال كتابين أعجبني هؤلاء لأنيس منصور والسعادة في مكان آخر لدكتور غنيم ودكتور محمد المخزنجي. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. كانت معاكم ياسمين غبارة، ونتقابل على خير الحلقة الجاية في سكة قراية بلس.